الفنانة الجميلة جيهان الشماشرجي كانت طلعت في حلقة قريب مع المذيعة إسعاد يونس. وبصراحة الحلقة كانت جميلة جدا لأن هي يعني اتكلمت فيها باستفاضة وحكت حاجات جميلة جدا وحاجات كتير قوي عن طفولتها. وإن هي يعني كانت بتقول إن أنا كنت مختلفة وأنا صغيرة وأنا طفلة، مش زي دلوقتي قادرة إن أنا أتكلم وجريئة وكده، لأ ما كنتش زمان كده. فسألتها ساعتها إسعاد يونس، قالت لها يعني أنا سمعت إن هما كانوا مسمينك زمان أبو الهول. فقالت لها هل عشان انتي مثلا كنتي يعني معبرة صامتة، ما كنتيش بتعرفي تعبري عن اللي جواكي؟ فقالت لها انا ما كنتش بتكلم اصلا، فعشان كده كانوا مسميني ابو الهول، لدرجه ان هم ما كانوش يعني مش عارفين صوتي عامل ازاي من كتر ما انا ما كنتش بتكلم خالص. و... وكنت بتكسف بشكل فظيع يعني. فبتقول بتقول لها طب كنتي بتخرجي مثلا يعني الغضب اللي جواكي او الزعل او الفرحه او اي مشاعر جواكي، كنت بتخرجيها ازاي من خلال ايه يعني؟ قالت لها كنت بحب الرسم جدا، كنت بحب اللي هي الصلصال والحاجات اللي بتتعمل بالطين والحاجات دي كلها كنت بحب اعملها. وبتقول ان هي كانت بتخرج الحاجات دي كلها من جوايا، مشاعر انا مش قادره اتكلم يعني احكيها او اقولها بالكلام، سواء مشاعر بقى غضب فرحه كل ده ببقى مش قادره ان انا اقوله بالكلام، فبعبر عنه بالرسم او بالصلصال والحاجات دي كلها. راحت سألتها إسعاد يونس، قالت لها طب انت لغاية دلوقتي لسه برضو يعني بترسمي وكده؟ قالت لها اه لغاية دلوقتي انا مستمرة على موضوع الرسم ده، وبحس ان هو فعلا يعني بينقلني كده لعالم تاني او بيخرج كل المشاعر اللي جوايا سواء سلبية او ايجابية. راحت سألتها بعد كده وقالت لها طيب نقطة التحول اللي حصلت في حياتك كانت امتى؟ قالت لها حصل الكلام ده بقى في اولى ثانوي، وانا في اولى ثانوي. بتقول لقيت نفسي انا اتغيرت 180 درجة، بقيت بقى فعلا يعني آه، بقيت شخصية بقى مش خجولة وبالعكس بقيت العكس، بقيت بتاعت مشاكل وبقيت بحب ان انا بقيت شقية جدا. كل الحاجة دي اتقلبت فجأة في اولى ثانوي. فقلت لها طب ايه اللي حصل خلى الموضوع يعني خلاكي ان انت تحولتي كده؟ قالت لها انا نفسي معرفش، قالت مفيش اي حاجة حصلت خلتني اتحولت كده، فانا مش عارفة ايه السبب اللي خلاني فجأة اتحولت من قمة واحدة خجولة جدا ومبتقدرش تتكلم خالص للعكس تماما، واحدة بتعرف تعبر عن نفسها وبتعمل بالعكس، بقيت بعمل مشاكل اكتر كمان. فقالت لها ممكن يكون من جوايا يعني صورت من جوايا على انا فيه ده، او الغضب اللي انا فيه يعني كان حصل غضب كده او صورت من جوايا وتحولت للشخصيه التانية دي. فقالت لها انا مش عارفه ايه السبب بالظبط، بس قالت لها لو انا قعدت مع نفسي هقدر اوصل للحاجه اللي حصلت خلتني بقيت كده، بس انا دلوقتي يعني ما قعدتش مع نفسي قبل كده او قعدت اركز في الموضوع واشوف ايه اللي حصل خلاني بقيت كده. فمن ساعتها يعني انا مش لاقيه سبب معين دلوقتي او مش قادره اعرف ايه هو السبب اللي خلاني كده، بس كل اللي اقدر اقول ان في اولى ثانوي بقيت بقى شخصيه مختلفه تماما عن اللي انا كنت فيه. بعد كده بقى بدأت تكلمها عن فكرة جمالها، وان هي جمالها مميز جدا وان الناس بتشوفها دايما ان هي ما شاء الله يعني من ايقونات الجمال. ويمكن جيهان الشماشرجي الجميل فيها ان هي جميلة جمال طبيعي، يعني مفيش مش عاملة اي عملية تجميل. حتى قبل كده مرة في ناس قالوا لها ان انت عاملة فيلر في خدودك وهم اللي خليهم يعني منفوخين كده. فراحت ردت عليهم ان هي بعتت لهم نزلت الصور بتاعتها وهي صغيرة، قالت لهم